ترى كافي، عيب عليكم، أنا ما يهمني نشركم ما نشركم. مدير مركز صحي في ناحية ليلان يعفي موظفة من بصمة الدخول الصباحي ل3 أشهر لأسباب مجهولة، وقيل أن الموظفة فاشينيستا تدعى سونيا جاسم محمد. هنا صار أكشن بالموضوع واستفز ملايين العراقيين وتساءلوا عن سبب الإعفاء ومقابل ماذا، لترد سونيا سريعا وتؤكد بالدليل أنها موظفة فعلا ولكنها مريضة ولديها تقارير طبية تثبت ذلك. ولسان حال المدير: افعل خيرا شرا تلقاه. ما يوم من الأيام كسر قلبي وزعلني. يا فدوى شنو هاي؟ ثانك يو. وأني أبد ما مسؤولة اللي صمموا الفيديو اللي خلوا شو اسمه أغنية إنه مسيطرة وما أعرف شنو. المفروض ينطوني إجازة أصلا، يعني أنا عندي تقارير، وهذا الدليل إنه هذا تقرير كله هسه أنشر وأدس زين، وهذا اسمي وهذا تقريري تمام، وهذا الأشعة مالتي و4 براغي تمام هياته تشوفون. ما أدري واضح مو واضح يمكم، شوفوا. رحت على مود الإجازة، إجازة ما انطوني 3 أشهر إعفاء بصمة فقط الصباحي، وهذا الإعفاء بصمة همين انلغت. زين ارتاحوا. هاي السنة أني 4 عمليات مسوية، 2 فقرات تثبيت فقرات، 4 براغي وديسك اصطناعي، وزائدا 2 كلى. ترى كافي، عيب عليكم، أنا ما يهمني نشركم ما نشركم، انشروا بس يكون عندكم مصداقية.